الأهلي يفوز على فاركو 4-1 في تاني لقاء ليه في دوري نايل. وعلى فكرة 4 ده عادي، دي نتيجة متوقعة جدا للأهلي في ظل النجوم، كمية النجوم اللي موجودة مع النادي الأهلي. احنا مش فرحانين بالنتيجة دي لأن لسه اللي جاي أحلى بكتير. الأربعة محمد شريف هدف، وزيزو هدفين، وجريتشار هدف. صفحة فاركو الجميلة، ايه رأيكم؟ يا رب يكونوا اتبسطتوا معانا، انتوا طلعتوا هيستوا على النادي الأهلي، يا رب يكون الأهداف بسطتكم. انتوا خدتوا 4، بما انكم شركة أدوية بنتمنى انكم تاخدوا 2 قبل الأكل و2 بعد الأكل. أداء الأهلي مختلف بديانج وبن شرقي، الاتنين عاملين شغل كويس. بن شرقي مستنيين منك كتير وكتير، لسه بدري. الأهلي جايب في ماتشين 6 جوان، منهم 4 بالدماغ، 4 بالراس، 4 هيدرز، وجونين عاديين. ودي حاجة لازم نركز فيها كويس، إن الأهلي السنة دي الكور العرضية فارقة معاه. وكمان عايزين نقول إن الأهلي في ماتشين دخل فيه 3 جوان، ودي نسبة كبيرة. الأهلي هجوميا ما يتخافش عليه، لكن دفاعيا نقلق عليه. الأهلي دفاعيا يتقلق عليه. 3 جوان في ماتشين كتير. خط الدفاع بتاع الأهلي لازم يراجع نفسه كويس. زيزو مش هنتكلم عليه جوه الملعب، زيزو هنتكلم عليه بره الملعب. زيزو كواليتي لعيب وعقلية لعيب فارق، عقلية لعيب محترف. زيزو أحلى حاجة فيه إنه قافل ودانه ومش مركز مع أي حد، مركز في الملعب. زيزو عايز يرد جوه الملعب، ودي أحسن حاجة فيه. كمل يا زيزو، انت لسه هتعمل حاجات كتيرة مع الأهلي. مصطفى شوبير، في ايه يا طاطا؟ احنا عارفين كمية الضغوط اللي انت بتمر بيها، وعارفين ان في غول قاعد لك بره، وعارفين كمان ان انت حارس النادي الأهلي دلوقتي الأساسي. الغلطات اللي انت بتعملها دي غلطات بسيطة، وما تطلعش من حارس النادي الأهلي. الماتش الأولاني كورة طالعة بره، انت طلعتها كورنر بإيدك وعايز تشيلها للحكم. والماتش ده كورة هي برضو طالعة بره، حاولت انك تجتهد وتجيبها فخليتها تخش في النادي الاهلي جون. الحاجات دي حاجات بسيطه، اركز كده. انت صعبان عليك انك في ماتش تطلع كلين شيت يا مصطفى؟ ركز مع النادي الاهلي وحافظ على مكانك، لان محدش هيصبر عليك، لا النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي. يا محمد يا هاني، انت عملت كل حاجه في ماتش امبارح ده تفرح وتضايق في نفس الوقت. انت فيك حاجات احنا مش فاهمينها، انت بتعمل حاجات غريبه. يا محمد يا هاني، انت امبارح عملت 2 اسيست للنادي الاهلي، واحده لمحمد شريف، اي نعم خبطت وراحت له لكن دي اسيست، وواحده تاني لجريتشار عالميه. لكن انت في حاجات بتعملها انا مش فاهمها. يا محمد يا هاني، انت الكوره اللي انت بترجعها دي، اولا انت لو بترجعها لمصطفى شوبير فهو مصطفى شوبير كان واقف جنبك، فانت مش بترجعها له. ولو عايز تطلعها بره فالطبيعي انك تطلعها بره بقوه شويه. ممكن يكون شعرك عشان طويل طلعها ضعيفه، لكن هي ملعوبه بمياصه قوي، كوره مايصه، المفروض تطلعها اقوى من كده. كمان تصرفات غريبه. الاهلي كسبان 4 والماتش خلصان والدقيقة 90 وانت بتتغير والحكم بيقول لك اخرج من هنا، الطبيعي انك تسمع كلامه. رحت وعايز تلبس شرط الكابتنة لحد تاني، مفيش مشكلة. لكن المشكلة الحقيقية انك انت رايح تطلع من ابعد نقطة في الملعب، فخدت الانذار التاني واتطرد. انا مش عارف يا محمد هاني انت بتعمل ايه، بس انا عايز اقول لك حاجة. احلى حاجة اتعملت في ماتش امبارح انك انت اتطردت وقعدت بره. ماتش بقى ماتشين عشان باك رايت او باك ناحية اليمين يلعب تاني، يمكن نلاقي فيه اللي احنا مش لاقيينه معاك. ندي فرصة لباك رايت تاني يلعب، يمكن ربنا يكرمنا بيه يا اخي. وهو بقى الباقي انت عارفه، اللي هيلعب يركز عشان يلعب ناحية اليمين. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجاية، ودي لسه البداية ولسه التجانس هيجي. وبنتمنى ان الاهلي يعمل النتائج دي دايما، لان ده الطبيعي من النادي الاهلي بالسكواد ده وبالفرقة دي وبكمية النجوم دي. كل التوفيق للنادي الاهلي في القادم ان شاء الله. سلام.